يا مساء الخير والسعادة عليكم، وشكرا ليكم على المشاهدة والمتابعة والتعليقات. لما قامت نورة فتحي بحذف حسابها عن انستجرام، هل السبب في ده الصور اللي نشرتها مؤخرا على حسابها عن انستجرام أم تم اختراق حسابها؟ اعرفوا كافة التفاصيل عن الموضوع. قبل ساعات فاجأت نورة فتحي الجميع باختفاء حسابها على الانستجرام، وده كان بمثابة صدمة لعدد كبير جدا من الفانز. فنورة فتحي لديها على حسابها أكتر من 37 مليون فولور، وكان في عدد كبير جدا من التكهنات، من ضمنها إذا كانت نورة فتحي قررت إن هي تأخذ استراحة وقررت إن هي تبتعد شوية عن السوشيال ميديا علشان تستمتع بالأجازة، بالأخص بعد تعافيها مؤخرا من كوفيد 19. وبعد أيضا التصريحات اللي قالت إن ربما نورة قامت بحذف حسابها بعد قيامها مؤخرا بنشر صور مع بعض الأسود في دبي، وربما يمتلكها أحد الأمراء، وبكده تكون نورة فتحي كشفت عن مكانها. ولكن قررت نورة إن هي تجاوب على جميع الأسئلة وتنفي جميع الشائعات اللي ترددت مؤخرا. فشاركت نورة فتحي بيان على حسابها على الانستجرام وكشفت عن الآتي. كشفت نورة بأنه تم اختراق حسابها، وشكرت فريق الانستجرام لمساعدتها للوصول لحسابها مرة تانية، وكتبت في الستوري نشرت على حسابها على الانستجرام بعد الاسترجاع وقالت: أسفة يا رجال، كان هناك محاولة للاختراق على الانستجرام الخاص بي. شخصا ما يحاول الدخول إلى حسابي منذ الصباح، بفضل فريق الانستجرام حلوا هذه المشكلة بسرعة. وكان آخر الفيديوهات اللي شاركتها نور على حسابها على الانستجرام فيديو وهي تقوم بإطعام أسد أثناء عطلتها في دبي. وفي وقت سابق كانت نورة فتحي قد ثبت إصابتها بكوفيد 19، وقد قامت وقتها بنشر ستوري على حسابها على الانستجرام وقالت: يا رفاق، للأسف أنا أقاتل حاليا كوفيد، لقد أصابني بقوة وكنت طريحة الفراش لبضعة أيام، الآن أنا تحت الإشراف الطبي، يرجى البقاء آمنا، ارتدوا الأقنعة الخاصة بكم، أرجو من الجميع توخي الحذر.